السلام عليكم. انت مهما تعرضت للأذى فده ما يجيش حاجة جنب اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اتعرض له. الرسول صلى الله عليه وسلم اتأذى من الكفار أذى جامد. دول قالوا عليه ساحر ومجنون ورموه بالحجارة وحاولوا يقتلوه، لكن ربنا كان معاه وما تخلاش عنه وكان دايما بيطمنه. اسمع كده ربنا قال له ايه في سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أول حاجة ربنا قالها له فسبح بحمد ربك. التسبيح مهم أوي يا جماعة، احنا من غير ذكر الله هنضيع ونتوه ومش هيبقى لنا وجهة. التسبيح هو اللي نجى سيدنا يونس من بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. دي أول حاجة لو عايزين ربنا يكف عنكم أذى الناس. تاني حاجة وكن من الساجدين. الصلاة دي انت بتتكلم فيها مع ربنا، فقول له كل اللي نفسك فيه. قول له يا رب أنا ظلمت، يا رب أنا اتأذيت، يا رب أنا اتعمل فيا كذا وكذا، وهو سميع قريب مجيب الدعوات. هيسمعك وهيخرجك من اللي انت فيه بفضله ورحمته. تالت حاجة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لو بتحب ربنا بجد وعايزه يخرجك من اللي انت فيه يبقى تعبده حق عبادته، وانت عمرك ما هتوصل انك تعبده حق عبادته. ده في ملايكة بتفضل ساجدة لربنا طول حياتها، وبعدين يوم القيامة هيجوا ويقولوا ربنا ما عبدناك حق عبادتك. اسمع كده الحديث ده: إن لله في السماء الدنيا ملائكة خشوعا لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم ثم قالوا ربنا ما عبدناك حق عبادتك. وأخيرا خليك دايما عارف إن مقامك حيث أقمت نفسك لا حيث أقامك الناس، فالناس لا تعدل ولا تزن، فما تسمعش أي كلام سلبي محبط غرضه ينزلك لتحت. وخليك عارف إن أيا كان اللي بيهاجمك فهو بيهاجمك عشان أنت أحسن منه وهو شايف نفسه أقل منك. الشجرة المثمرة هي اللي دايما بتتلقي بالطوب، فطول ما أنت شجرة مثمرة اعمل حسابك إنك هتتلقي بالطوب، بس لو عملت الحاجات اللي قلنا عليها في الفيديو صدقني مفيش حاجة هتأثر فيك. بس كده، ده كان فيديو النهاردة. يا ريت تعملوا لايك وتشيروا الفيديو عشان يوصل لغيركم، واهم حاجة في نهاية الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.